الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سؤالين مهمين جدا 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 جدا، وللجواب عليهم على جناح السرعة أعرني القلب والسمع والفؤاد. السؤال الأول: هل الميت يلتقي بأهله من الأموات الذين سبقوه؟ السؤال الثاني: هل يتذاور الموتى مع بعضهم البعض؟ يعني الموتى بيزوروا بعض كما يزورون الأحياء بعضهم بعضا. يبقى السؤال الأول: هل الميت ركز معايا وانتبه، هل الميت يلتقي مع أهله من الأموات الذين سبقوه؟ والجواب: بفضل رب الأرباب ومسبب الأسباب جل وعلا. أولا، الحياة البرزخية من الغيبيات. يعني إيه؟ يعني لا يعلم ما يدور في هذه الحياة البرزخية إلا رب البرية جل وعلا، ولا يستطيع أحد أن يتكلم في عالم الغيب إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، انت قلت دلوقتي السؤال: هل الميت يلتقي بأهله من الأموات الذين سبقوه؟ والجواب نعم. أين دليلك؟ ما رواه الإمام النسائي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، ركز معايا، إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، يعني على فراش الموت، يعني خلاص لسه دقائق ولحظات وتخرج الروح إلى الله عز وجل. عندما يحتضر قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الثياب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، لابسين أبيض، بيض الثياب، وجوههم كأنهم الشمس، نور وجوههم، هذه الملائكة التي تنزل على المؤمن تفوق نور الشمس، ثم تقبض روحه، اسمع، ثم تقبض روح هذا المؤمن التقي سهلة خفيفة كما تستل الشعرة من العجين، ثم تأخذ الروح. هذه الملائكة تأخذ الروح بعدما يقبضها ملك الموت مع ملائكة، تأخذ الروح تصعد بها إلى السماء. اسمع ماذا قال سيد الأنبياء: فتفوح لها رائحة أطيب من رائحة المسك. الله أكبر، تفوح لها رائحة أطيب من رائحة المسك. اسمع: فيشمها جميع أهل السماء. الله أكبر. دي غير رواية الإمام أحمد حديث البراء الطويل، دي رواية أخرى. لما ياخد روح المؤمن، اللهم اجعلنا منهم، لما روح المؤمن ياخدوها يفوح لها رائحة أطيب من رائحة المسك، فيشمها جميع أهل السماء، ثم يقولون: روح من هذه؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، بأطيب أسمائه الذين كانوا يسمونه بها في الدنيا. اسمع بقى الدليل: هل الميت يلتقي مع أهله من الأموات الذين سبقوه؟ يعني أنا أبويا مات، هل أبويا هيقابل أبوه؟ هيقابل أخوه اللي مات؟ هيقابل بنته اللي ماتت قبل منه؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم: بعدما تصعد الروح إلى السماء ويفوح منها رائحة أطيب من رائحة المسك، ثم
يرسل الله إليه أرواح الأموات الذين سبقوه. يبقى في مقابلة هنا اهو، ثم يرسل الله إليه أرواح الذين سبقوه من الأموات فهم أشد فرحة به من أحدكم في الدنيا كان له حبيب غائب ثم عاد إليه. الأموات لما تتقابل مع الميت اللي لسه داخل عليهم جديد فرحانين بيه زي ما انت ليك واحد حبيب أو عزيز في الغربة بقاله 15 سنة 20 سنة، شوف اما انت يخش عليك بقى ويجي لك، شوف فرحتك بتبقى ازاي. لا الأموات فرحتهم بتفوق فرحتك بالغائب الذي غاب عنك منذ سنوات. ثم يجتمع حوله الأموات ويتكاثرون، يسألون عن أحبابهم وزويهم، وبعدين يقولوا له إيه؟ دي تقول له بنتي عاملة إيه؟ ودي يقول لي ابني عامل إيه؟ ودي يسأل على فلان، ودي يسأل على علان، فتتدخل ملائكة الرحمن جل وعلا، فتتدخل ملائكة الرحمن ويقولون لهم دعوه اتركوه يستريح فإنه ما زال يعاني من سكرات الموت. اتركوه يستريح فإنه ما زال يعاني من سكرات الموت. ثم ترد روحه إلى القبر ليعرف منزلته في الجنة. طب والنار؟ ملوش دعوة بالنار بقى، احنا قلنا هو مؤمن، احنا قلنا الملائكة نزلت بشراته، احنا قلنا ان الروح استلت كما تستل الشعر من العجين، احنا قلنا الملائكة اللي جات له لابس ابيض، احنا قلنا الملائكة اللي جات وشها منور وابيض منور، نور وجوههم يفوق نور الشمس، يبقى هو هيعرف درجته من الجنة. طيب السؤال الثاني في الفيديو الثاني عشان ما طولش، هل يتزاور الأموات؟ الميتين بقى بيزوروا بعض؟ نعم، والجواب ما رواه الإمام أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده وصحح الحديث الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولي أحدكم غسل أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون بها هناك. يبقى هنا في زيارات بين الأموات وهذا دليل. طيب بيزوروا بعض ازاي؟ قلت لك دي من الغيبيات، يتزاورون بكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلم هذه الكيفية إلا رافع السماوات جل علاه. يبقى هنا تاني الدليل، إذا ولي أحدكم غسل أخاه، يعني انت اللي مكلف بالغسل، في واحد مكلف يعمل خيمة، في واحد مكلف يجيب مقرئ، في واحد مكلف يجيب المغسلة، في واحد مكلف يروح يشتري الكفن. طيب هنا بقى إذا كنت انت المسؤول ان انت هتروح تشتري الكفن، قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم غسل أخاه فليحسن كفنه. ليه؟ فإنهم يبعثون يوم القيامة في أكفانهم ويتزاورون بها هناك. طب يعني أجيب كفن غالي؟ لا، ما فيش مغالاة. حسن الكفن هنا الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في نظافة الكفن، في نقائه، في كثافته لتستر الميت. يعني ما تروحش تجيب كفن خفيف حتى تظهر عورة الميت أمام الناس. يبقى أنت الكفن يكون نظيف، الكفن يكون ثقيل ليستر الميت، وله غالي وله رخيص، متوسط لا تغالي. يبقى إذا ولي أحدكم غسل أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون يوم القيامة في أكفانهم ويتزاورون بها هناك. السؤال هنا، هذا دليل على أن الأموات يتزاورون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، اسمع هذا الكلام، شيخ الإسلام بيقول ايه بقى؟ وليس شرط الزيارة المسافة في القبر. يعني ايه؟ يعني ما تقولش لازم اتدفن مع ابويا، لازم اتدفن مع اخويا عشان نتقابل. لا،
في ناس مدفونين في قبر واحد، أخين مدفونين في قبر واحد، أب وابنه مدفونين في قبر واحد بقالهم 20-30 سنة وما شافوش بعض لحد دلوقتي، وما فيش تزاور بينهم. ما هم كانوا قاطعين بعض في الدنيا، هم كانوا قاطعين بعض عشان إيراد، عشان فدان، كانوا مخاصمين بعض عشان شوية مية، عشان 100 جنيه، عشان تفاهات، عشان دنيا. فهم في الآخرة لا يتزاورون. في بقى ناس، شيخ الإسلام بقى بيقول إيه؟ في ناس في الآخرة لا يتزاورون. طيب في واحد مدفون في مكة، واحد مدفون هنا في السنبلاوين، وبيتزاوروا وبيتكلموا مع بعض على طول في عالم الأرواح، في عالم البرزخ، واتنين في قبر واحد ولا يتزاورون. هنا بقى عايز أقول لك على حاجة، في ناس ما تعرفش تتزاور. ليه؟ لأن الأرواح في عالم البرزخ، الأرواح في عالم البرزخ قسمين. القسم الأول أرواح معذبة. طب المعذبة ديت مشغولة بما فيه من العذاب عن التزاور، لأنها محبوسة. الروح دي اتحبست فما تعرفش تزور. أما الأرواح المنعمة فهي مرسلة في ملكوت الله عز وجل، تتنعم في الجنة وتتزاور مع أحبابها. عرفت بقى؟ يبقى في تزاور بين الأموات ولا لا؟